وصفة النهاردة وصفة مميزة قوي، مقاديرها مظبوطة وموجودة في كل بيت. قبل ما نبدأ بقى كده الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. الأول كده بجيب الخلاط وبنزل فيه باتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة، بكون مطلعاهم من قبلها من التلاجة من قبلها بشوية. بنزل عليهم بحوالي كوباية إلا ربع من السكر، كوباية إلا ربع من الزيت، كوباية إلا ربع من اللبن، واتنين كيس فانيليا. مقاديرنا مظبوطة وسهلة وكله في الخلاط. باخد الكلام ده كله وبضربه في الخلاط قبل ما احضر المقادير الجافة. المقادير الجافة عبارة عن ايه؟ كوباية ونص من الدقيق، دقيق طبعا متعدد الاستخدامات، كوباية ونص من الدقيق. تمام. بنزل عليهم بحوالي 3 معالق كبار من جوز الهند و3 معالق كبار من الزبيب. تمام. بنزل عليهم بكيس من كيك شيف ورشة من الملح، وبقلب المكونات دي كده كويس قبل ما انزل عليهم بالخليط اللي انا عملته معاكم في الخلاط. بقلبهم بقى كده كويس مع بعض، رشة الملح، بقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعض. الكيكة دي ميزتها ما بتاخدش دقايق وطعمها روعة. تعملوها كده جنب كوباية شاي بلبن. بصوا بنقلب بقى كده مع بعض. بجيب بقى المقادير اللي انا عملتها في الخلاط معاكم وبنزل بيها على الدقيق والزبيب وجوز الهند، وبقلبهم مع بعض كده واحده واحده. طبعا قبل ما ببدا في الكيكه بكون محضره الفرن، لازم اكون محضره الفرن قبلها بربع ساعه عشان الكيكه بتاعتي تطلع هشه وتطلع ناجحه من اول مره. تمام. بقلبهم مع بعض كده كويس. يا ريت اللي محطش لايك يحط لايك بالله عليكم. نقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعض كويس. عايزه اقول لكم الكيكه دي روعه، اتمنى لو جربتوها تكتبوا لي تحت في التعليقات. اي بقى صينيه عندكم، انا جبت القالب ده، نقطه زيت، رشه كده من الدقيق، ورحت نازله بالكيكه بتاعتي. وطبعا قبليها زي ما قلت لكم محضره الفرن درجه حراره 220 بالظبط. هتاخد في الفرن اقل يعني نص ساعه ل5 دقايق بالظبط. طبعا كل واحده حسب الفرن بتاعها، بالظبط نص ساعه ل5 دقايق. تمام. طبعا بختبر الكيكه ازاي، بجيب خله واحطها في النص كده لغايه ما اتاكد. بصوا بقى كده شكل الكيك بتاعي عامل ازاي. نص ساعه ل5 دقايق زي ما قلت لكم. بسيبها تبرد شويه كده 10 دقايق وبقلبها. بصوا شكل الكيك منظره عامل ازاي. نصيحتي ليكم بقى تسيبوها تبرد خالص عشان تقطعوها. طبعا هي كانت لسه سخنه، يعني انا استنيت ربع ساعه وكانت لسه برضو سخنه. استنوا بقى عليها شويه عشان تعرفوا تقطعوها قطع كده عشان تطلع معاكم مظبوطه. لو قطعتوها زي ما انا قطعتها كده دلوقتي هتطلع معاكم مفروله شويه. نستنى عليها لغايه ما تبرد خالص وتقطعوها براحتكم. انا عايزه اقول لكم من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها للكيك دي طريقه جديده. جوز هند مع الزبيب بيخلوا كيكه روعه، طعمها تحفه. بصوا عشان هي لسه سخنه يفضل تستنوا خالص عليها، يعني ساعة كده أو ساعة ونص تبرد خالص. أنا حبيت أقطعها لكم هنا كده من النص عشان أوريكم شكل الكيك كده من جوه. بصوا من بره محمصة ومن جوه عاملة ازاي، ما شاء الله الله أكبر. بصوا شكل الكيك عامل ازاي، روعة. نستنى عليها خالص لغاية لما تبرد ونقطعها براحتنا. تمام. بصوا هي لسه سخنة اهي، باين عليها حتى كمان. نستنى خالص. تمام. ونقدمها بقى شاي بلبن، شاي زي ما تحبوا. وكل ما تقعد الكيكه دي كل ما طعمها يبقى احلى واطعم. بصوا ما شاء الله قلبها جوه عامل ازاي. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير. سلام.